الفترة الماضية مشروعات كتير قومية. طبعا بنساند الشباب في كل حاجة بيعملوها في جميع المجالات. طبعا الفترة اللي فاتت أنتجنا مشاريع قومية كبيرة جدا، منها المتناهي الصغر، منها المتوسطة، منها المشاريع الكبيرة. وهم كلهم يعني كلهم فعلا محتاجين العملة اللي حضرتك بتتكلم عليها. بس احنا بقدر الإمكان عايزين مصر تبقى منتجة، يعني احنا عايزين ننتج. مصر لو أنتجت كل الأشياء اللي احنا ممكن نستوردها، لو قدرنا ننتجها فعلا في مصر، فده هيسهل علينا حاجات كتير جدا وهيقلل الأسعار لفرق كبير جدا. يعني دلوقتي هنتكلم بس مع حضرتك على أهم التطلعات بالنسبة للمواطنين في الجانب الاقتصادي. نعم. خليني اقول لك طبعا يعني المواطن المصري البسيط اكتر شقين. انا مش هتكلم طبعا على الجوانب الاقتصاديه الكبيره هنقدر نتكلم فيها في الملفات بعد كده، ولكن انا هتكلم في جزئين بسيطين جدا. الاولاني اللي هو ظاهره ارتفاع الاسعار، وطبعا دي اللي طبعا الدوله حاليا بتدي ليها اولويه عليا جدا. المواطن كل طبعا موضوع ارتفاع الاسعار بطريقه مبالغ فيها من بعض التجار اصبح هنا لابد ان يكون في وقفه معهم. يعني انا بتكلم النهارده، لا لابد النهارده هذه الظاهره، لابد النهارده كافه الجهات الرقابيه لابد ان يكون هناك دراسه لاسباب الزياده لو كان مبالغ فيها. بعض التجار اللي بيحاولوا يمارسوا الاحتكار ويعملوا حجب للسلع، لابد ان هو يكون هناك مواجهه ليهم. ايضا هناك طبعا تطلعات، وكنا قرينا ان الحكومه بصدد ان هي تدرس بعض السلع الاستراتيجيه تكلفتها قد ايه وهامش ربح المناسب قد ايه، بحيث ما يكونش هناك مغالاه ان يكون محطوط هامش ربح 200 و300% في فتره قصيره. احنا يمكن لما كنا قلنا المشكله بتاعت الدولار، ولكن المشكله ان ايضا هناك بعض السلع المحليه اللي هي بتنتج داخل الدوله ولا تحتاج الى مكون الدولار، بنلاقي ان برضه ارتفع سعرها خلال العام الماضي او العامين الماضيين، ارتفع ب 100 و200%. فهي الاسباب. فلابد هنا يكون في وقفه، لابد انه هو يكون في رقابه، وبرضه تغليظ العقوبه. اننا بعض التجار اللي يكونوا فعلا حاجه زي كده، دور الاعلام ان يلقي الضوء على دول الناس المخالفين. ليه لا؟ في بعض الدول بره التاجر المخالف، وكان زمان بيقول لك التاجر هي سمعته، فممكن يتم الاعلان عنه ان دوت تاجر قام بالغش، قام بعمليه اللي هو حجب السلعه او رفع السلعه واستغلال المواطنين. فاعتقد دي اول حاجه بتكون مهمه جدا. ماشي. الحاجه بس بعد اذن حضرتك طبعا بقى المقاطعه، الحكومه طبعا ابذلت جهدها، وفي كل محافظه منفذ قوات مسلحه. نعم. طبعا الاسعار فيه بتبقى اقل بكتير من الشراء من التجار او من المحلات، يعني اللي رفع سعرها. فالدولة وفرت لنا في كل مكان في مصر، في كل محافظة في مصر عندنا منافذ بيع للقوات المسلحة بأقل الأسعار. نعم. فاحنا ليه ما نتعاملش مع المنافذ دي ونبعد عن غلاء التجار مثلا؟ طيب خليني اقول لحضرتك ان اولا الشعب المصري احنا بنتكلم فوق ال 100 مليون، ومش عايز اكون الموضوع كله يقتصر على مجرد المنافذ اللي هي طبعا الدوله او ما الى ذلك، ولكن خلي بالك ان انا عندي اللي هي عده وحدات معايا ازاي للبيع، خاصه اللي بيكون برضو تحت منافذ اقتصاد غير الرسمي كبيره جدا على مستوى طبيعه بلدنا، طبيعه هذه السوبر ماركت والمنافذ البيع والمحلات. فدي طبعا بتتعامل مع شريحه كبيره جدا في الدوله. فانا لابد هنا ان يكون في تعزيز. احنا بنتكلم على تعزيز. انا امتى اقول ان في تغيير؟ ان انا كمواطن لما اجي انزل اشتري السلعه الاقي السعر فعلا اصبح سعرها مقبول، هنا اقول والله لا كذا. او ما يكونش مثلا في بعض السلع الاقيها ارتفعت 200% وانا مش شايف اسباب جوهريه في موضوع الانتاج او ما الى ذلك. فاحنا بنتكلم على ايه؟ دور الرقابه، سواء كان بقى بنتكلم على حمايه المستهلك في جهاز وزاره التموين الرقابيه، يكون في تعزيز ويكون في تغليظ للعقوبات. لان انا لو بس رحت طبعا دي قروض للدوله في موضوع ان انا براعي اللي هو محدود الدخل، فبعمل لهم المنافذ ديت ان هي تاخد باسعار، بخلاف طبعا اللي هو التغطيه التموينيه.